يا مساء الفل ومساء العسل والياسمين. كل سنة وانتم طيبين الأول بمناسبة العام الهجري الجديد. ونبتدي الفيديو بتاعنا برضو زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نخش بقى في موضوعنا. العيال قالوا نفسنا يا ماما في الفراخ الهندي، عايزين ناكل فراخ هندي. قلت لهم طب وانا هجيب لكم منين 1000 جنيه؟ احنا هنخش مطعم ونجيب فراخ وناكل فراخ هندي، او حتى لو جبناها في البيت. انا هنعمل التتبيله بتاعت الفراخ الهندي في البيت عندنا. وبالمناسبه كمان كان عندنا ام عبده، فقلنا ايه يعني ندوقها الاكل بتاعنا. بصوا حبايب الجمال بقى، ما يقولكوش على الطعم، كانت طعمها زي السكر. وعملنا جنبها شويه ملوخيه وشويه بطاطس وشويه رز بالشعريه. هنبتدي نشتغل. معانا الفراخ طبعا احنا نقعينها وغسلينها ومملحينها. هنحط 3 طماطمات و3 بصلات وقرنين فلفل كده حاميين حلوين مع فصين توم. ونبتدي بقى نحط عليهم التوابل التانية. هنحط ملح وفلفل، كمون، كزبره ناشفه، شطه حمراء، كركم، بهارات فراخ وملح، مع ربع كوبايه خل صغيره خالص وربع كوبايه زيت، معلقه هريسه شطه، معلقه عسل نحل صغيره. ما اقولكوش بقى معلقه العسل النحل دي بتودي الفراخ في ناحيه تانية خالص. والليمون بتاعنا بنعصره اهوت. حاجات من اللي في البيت كده. لو انت بقى عندك معلقه زعفران صغيره خالص بتضيفيها عليها. انا ما كانش عندي، بس والله التتبيله بتاعتي دي غطت وبقت طعمها زي العسل. هو الزعفران بيديها اللون بس والله انا كترت في الكركم وكانت لونها وطعمها زي العسل. ادي الكركم بتاعنا والملح بتاعنا، وهنضربها في الخلاط ونرجع للفراخ بتاعتنا اللي احنا ايه غسلينها ومنضفينها. معلقه هريسه الشطه دي طبعا ما ننساهاش، اهم حاجه دي في كل اكل زي انا ما قلت لكم. معلقه هريسه الشطه دي. ادي الفراخ بتاعتنا وهنحط التتبيله عليها اللي احنا ضربناها في الخلاط. وانت ممكن تعمليها من بالليل للصبح، بس انا مش هضحك عليكم والله. انا ما يعني حتى ما كملت الساعه. انا قلت لكم معلقه العسل، لو انت عايزه تسوي الحاجه في ساعتها معلقه عسل النحل دي بتودي بتاع اللحوم بتاعتك في ناحيه تانية خالص، بتديها طعم زي العسل. وكانت طريه وجوسي كده وطعمها زي السكر. والله ما خدتش مني ما كملتش ساعه في الفرن. بتولعي الفرن عالي خالص وبتحطيها على الشبكه من فوق وتسيبيها، بس ما بتولعيش الشوايه غير في الاخر خالص لما تديها وش. احنا سيبناها كده بقى اما قربنا نشيلها من التتبيله، قلنا نحضر جنبها ايه بقيه العزومه. كان عندنا ام عبده بقى زي ما قلت لكم كده، وقلنا ايه ندوقها من الاكل بتاعنا. كانت جايه تزور ماما. هنعمل صينيه بطاطس كده. احنا خلصنا صينيه قطعنا البطاطس بتاعتنا. هنضيف عليها الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط، وهنحط عليها التوابل بتاعتنا كلها، ونقطع بصل وفلفل اخضر وفصين توم. لو عندك فلفل الوان بتضيفيها عليها برضو. يلا حبايبي اتفرجوا علينا كده بقى، حطوا لنا لايك كومنت حلو وشيروا وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وعايزين نشوف التعليقات بتاعتكم كده، عشان زي ما قلت لكم التعليقات بتاعتكم دي بتديني دفعه يعني بصراحه، وبتريح نفسيا شويه، بتريح نفسيتي شويه يعني، بحس ان تعبي ما راحش على الفاضي. وان شاء الله معاكم باذن الله قناتي هتكبر وربنا هيكرمني باذن الله. ويا رب تكون وصفاتي عجباكم. بس زي ما قلت لكم كده اديني دفعه عشان انزل لكم كل اللي انا بعمله. انا يعني ساعات شاهد اللي بتتحايل عليا بصراحه عشان اسجل او عشان اصور. بصوا انا عملتها كده وعطيتها غلوه على النار، وقبل ما ادخلها الفرن ورحت كان عندي شوربه لحمه رحت مزوداها، بس انا ما جاتش معايا المقطع بتاع تزويد الشوربه ده. تبتدي تقلبيها كده. وبعد كده رصينا الفراخ بتاعتنا في صينيه. طبعا انا ما رضيتش اطول عليكم يعني، انا رصيتها وقلت اوريها لكم كده. رصينا وحطينا الميه بتاعتها هنا وهنا، قسمناها على الصينيتين، وحطينا صينيه البطاطس. كنا مولعين الفرن طبعا على نار عاليه، وزي ما قلت لكم كده بنحطها ديت الفراخ حطيناها على الشوايه، والبطاطس حطيتها من تحت. هنيجي نعمل بقى بقيه الاكل بتاعنا. قلنا نعمل شويه ايه ملوخيه كده. عندنا شوربه وعندنا راس توم مدقوقه بالكزبره الناشفه وفلفل اسمر
وملح. هندقها كده مع معلقتين السمنه. الاول هنحط الملوخيه بتاعتنا. معانا 3 كوبايات من الشوربه على نص كيلو الملوخيه. 3 كوبايات من بتوع الشاي كده على نص كيلو الملوخيه. تغلي الميه الشوربه بتاعتك، وبعدين تيجي منزله الملوخيه وانت بتشتغلي فيها ما تغطيهاش، انما وانت بتحطي لها التقليه بتاعتها تغطيها كده. طبعا ما تنسيش الشهقه، هي دي اللي بتحلي الاكل وبتحلي الملوخيه. بصوا بقى الملوخيه ليها عرق ازاي. ادي الاكل بتاعنا بعد ما استوي، الملوخيه بتاعتنا والفراخ بتاعتنا والبطاطس، وكنا عملنا شويه رز بالشعريه. وده كان اكلنا النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو، شير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. بصوا بقى الجمال. طبعا انا بوريكم كده، يوسف ورايا بيقول لي يا ماما دوقيني يا ماما دوقيني يا ماما، بس ما اقولكوش على الطعم، والله العظيم كانت تحفه. جربوها وجربوا الوصفه ديت، هتلاقوها احلى من اللي بره 100 مره، وحاجه مضمونه ومعموله في البيت وبايدك، على الاقل تبقي مسميه وانت بتعملي كل حاجتك.